ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده مع بعض الكيكه اللي طالعه ترند وقلب السوشيال ميديا كلها. طبعا عرفتوها، كيكه لارش. الكيكه دي فعلا اكتر حاجه طالعه ترند اليومين دول، وخصوصا على التيك توك. هي طلعت ترند على التيك توك، وفعلا من كتر ما هي طلعت ترند بجد اختفت من المحلات. الناس بتسال عليها على طول على طول خلصانه. فاحنا هنجرب نعملها النهارده، وهنعملها طبعا بتكلفه اقل من ما هي بتتكلف. هي ثمنها 10 جنيه. فاحنا هنعملها وهنشوف ده شكلها معايا اهو بعد ما طلعت من الميكرويف، وهنشوف هي تستاهل الضجه اللي عاملاها دي ولا ما تستاهلش. بس قبل ما نبدا، دي قناتي اسمها سكر ودقيق، ما تنسوش تشتركوا فيها ولايك وشير لو عجبك الفيديو. ده شكل الكيكه بتاعتنا. يلا نبدا نشوف هنعملها ازاي. بسم الله. اول حاجه، انا كان عندي ربع كيلو سبونج بني فعملت بيه. الطريقه بتاعته بتجيبي 3 بيضات ومعلقه خل صغيره وكيس فانيليا وربع كوبايه ميه، وتحطي الدقيق بتاعك. انا جايبه ربع كيلو سبونج، يعني كنت جايباه قبل كده يعني. تمام. هنحطهم على بعض، وبعد كده بنشغل العجان او المضرب الكهرباء. طبعا انتوا عارفين ان الاسبونج الجاهز ما بيتعملش بالمضرب اليدوي، لازم يا اما العجان يا اما المضرب الكهرباء. انا حطيت المكونات على بعضها، وهبدا بقى اشغل العجان عليها. طبعا الاسبونج بيقعد في العجان من 10 ل 15 دقيقه. انت ممكن تبقي تريحي العجان بتاعك في النص عشان ما يبقاش شغال ال 15 دقيقه ولا 10 دقائق متواصل. طبعا اول ما بتلاقي لونها بدأ يغير، لونها بيفتح كده معاكي وبتبدا تعلى، اعرفي خلاص ان هي خلصت واشتغل شكلها بيبقى بالشكل ده. الشكل اللي قدامك ده لونها فتح كده اهوت. هجيب بقى الصينيه او القالب بتاعي واحط فيه ورقه زبده. لو ما عندكيش ورق زبده ممكن تبطنيه بزيت او بسمنه، وعليهم رشه دقيق. وهبدا احطه بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هبدا بقى اظبطه في القالب، واخبط القالب كده خبطتين عشان اطلع منه الهواء. طبعا الكيكه دي انا شفتها، لان انا بنتي يوميا وهي جايه من الدروس لازم تجيب منها، يعني كل يوم وهي جايه من الدرس لازم كيكه لارش كيكه لارش. فانا قلت بقى اعملها لهم في البيت يعني. تمام. وبخبطها كده وبحطها على فرن 180 درجه في الفرن، يعني على 180 درجه. بتاخد من نص ساعه لساعه الا ربع تبع الفرن. هي طبعا انا كنت بشوفها كده، فشفتها كذا مره من المكان ده، فاتفتحت بالشكل دوت. انا بشوفها بالسلاكه كده عشان اشوفها استوت من جوه ولا لا. انا طلعتها اهوت. انا ما بقتش الشوايه، هي بتشتغل على الفرن بس زي ما قلت لك من نص ساعه لساعه الا ربع. انا عشان طبعا حطيتها وهي سخنه فعلمت عليها الشبكه، علمت عليها. هبدا بقى اجيب قطاعه اللي هي البيضاوي. بصوا يا جماعه، هي فتحت معايا كده عشان خاطر انا عملتها وهي سخنه. فيا ريت انت لما تطلعي الكيكه من الفرن ابقي سيبيها تبرد. عموما انا كده هشيل الوش، انتوا هتشوفوا دلوقتي. طبعا القطاعه دي ممكن قطاعه بيضاويه، ممكن لو انت عندك قطاعه مدوره بتتكي عليها تعمليها بيضاوي، او حتى كوبايه بلاستيك بتتكي عليها كده من فوق وتحددي بالسكينه وتقطعيها. تمام. انا قطعتها كلها، عملت 9 وحدات. هجيب بقى شوكولاته دارك اللي هي الغامقه، يعني من غير حليب. وهبدا اسيحها يا اما على حمام مائي يا اما في الميكرويف، بس كده من غير ما تحطيش عليها حاجه يعني الاول وانت بتسيحيها. او لو عندك مثلا نوتيلا، عندك نوتيلا بيتي اللي هي بديل النوتيلا يعني، بتحطيها. طبعا ده اللي طلع منها من الكيك ده طبعا ما بنرميهوش. انا بطلعها بحطهم في قوالب او اللي هي طواجن الفخار، وهتحطي عليهم بقيه الشوكولاته اللي هتطلع من البتاع، وتحطيها بقى بعد كده برضو تحطيها في الفرن وتاكليها، بتبقى طعمها جميل جدا. هبدا بقى اشيل الوش بتاع الشوكولاته، يعني زي اقسمها نصين، اشيل الوش بتاعها زي ما انت شايفه بالشكل ده كده بالسكينه عشان احط الحشوه جوه. هشيل الوش كله. زي ما قلت لكم هي طلعت 9 وحدات. دي الشوكولاته بقى بتاعتنا بعد ما سيحناها. هجيب معايا قشطه واحطها عليها. طبعا القشطه دي ممكن تستغني عنها خالص، هي بتدي طعم ودسامه، لكن ممكن عادي تحطي الشوكولاته الدارك بس. طبعا احنا عملنا شوكولاته دارك لان هي من جوه بتبقى بني، يعني الشوكولاته بتاعتها اللي جوه بتبقى بني. هبدا بقى اجيب الكيكه بتاعتي بعد ما فضيت الوش بتاعها، واحط بقى الشوكولاته بعد ما ساحت كده، وقلبنا عليها القشطه. زي ما قلت لكم ممكن تستغني عن القشطه خالص. هنبدا بقى نحشيها كده من جوه. طبعا هو عشان الجو برد هي الشوكولاته هتنشف معانا، يعني هتنشف معانا على طول يعني. هجيب بقى اللي انا شلته، الوش انا شلته حتى لو هو مكسر كده 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 هو هيتضرب في الشوكولاته التانية يعني. هغطيها بقى كلها بالشكل ده كده. غطينا الوش كله،
وحطيتها في التلاجة حوالي 5 دقايق او على بال ما اسيح بقى الايه الشوكولاته التانية. الشوكولاته بقى اللي على الوش بتبقى ايه اللي هي بالحليب، بتبقى فاتحه يعني مش دارك. دي بقى مش هحط عليها اي مكونات خالص تانية، هحطها برضو في الميكرويف او على حمام ميه سخنه وايه واسيبها تسيح بس بدون اي حاجه خالص. يعني ممكن تحط لها معلقه زيت وممكن لا، بصراحه انا ما حطيتلهاش حتى معلقه زيت. وهبدا بقى ايه اجيب الشوكولاته بتاعتي من التلاجة. طبعا انا كنت عملت كذا واحده عشان كده الطبق متدهول بس ما جاتش في التصوير يعني. هبدا بقى اجيب معلقه او سباتيولا زي ما انت شايفه كده وايه واحط بقى عليها الشوكولاته من كل الجوانب، من فوق ومن الجناب وكده، او ممكن تشيليها وتحطيها بايدك كده. واحطها برضو في التلاجة 5 دقايق، بطلعها على ورق زبده واحطها في التلاجة 5 دقايق وبعدين بشيلها. بتطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا هي شكلها مش مظبط زي اللي احنا بنشتريها. فانا بقى طبعا عملتها وحطيتها في الميكرويف، وقلت بقى مش هعمل فويس غير لما اسال ولادي ياكلوها. فطبعا هم دقوها بجد والله بجد، قالوا لي يا ماما يعني ايه، يعني مش عايزين يا احلى من اللي احنا بنشتريها. قالوا لي فعلا بجد والله اجمل منها كمان بكتير. فجربوها وان شاء الله تعجبكم. شايفين عامله ازاي اصلا لما طلعت من الميكرويف؟ ممكن كمان تاكليها من غير ما تحطيها في الميكرويف. هي الميزه ان لما تحطيها في الميكرويف اللي انت عاملاها ما فيهاش مواد حافظه، فمش هيبقى فيها اي ضرر. كده نكون وصلنا لنهايه وصفتنا النهارده. مستنيه رايكم في التعليقات، وما تنسوش بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو، تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش فيها. اشوفكم ان شاء الله في وصفات جديده.